السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس بتتبيلة خطيرة. هنبعد بقى عن مية البصل ومية الطماطم والتتبيلة المعتادة. هنشوف مع بعض التتبيلة دي عبارة عن ايه، بس بعد ما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع بعض ونشوف الطريقة. أول حاجة هنجيب معانا فرخة وهنقطعها التقطيعة اللي احنا عايزينها على 4، عايزينها على 8. أنا النهاردة عاملاها على 4 وهعمل فيها فتحات زي ما احنا شايفين كده، علشان التتبيلة تخش جوه اللحم بتاع الفراخ ونحس بالطعم جوه اللحم بتاع الفراخ. ونكمل معانا الفرخة كده زي ما احنا شايفين، نعملها كده كلها فتحات، ونبدأ نعمل بقى التتبيلة اللي من وجهة نظري أكتر من رائعة، وإن شاء الله تعجبكم جدا. دي تتبيلة فرخة واحدة. معايا هنا ربع كوباية من الزيت، وهعصر عليها ليمونية كبيرة. والتوابل بقى اللي هحطها، أول حاجة هحط معايا دي نص معلقة صغيرة بابريكا، وهحط كمان معايا هنا دي نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعايا نص معلقة صغيرة كركم، لو مش حابة ممكن تستغني عنه. ودلوقتي معايا كمان رشة جوز الطيب، انا بفضل جوز الطيب جدا في الوصفة ديت، ممكن طبعا تستغني عنها. ومعايا هنا معلقة صغيرة من الزعتر، انا فرقته بين ايديا عشان الريحة بتاعته تطلع. ومعايا هنا كمية الملح طبعا اللي انت تحبيها حسب الرغبة. انا حاطة عندي ملو معلقة صغيرة من الملح، وحطيت عندي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. ودلوقتي هحط معايا معلقة كبيرة او معلقة ونص من صلصة الطماطم. والعنصر الاساسي عندي بقى في الخلطة الجميلة ديت معلقتين كبار من دبس الرمان. مش قادرة اقول لكم هيودي طعم الفرخة في حتة تانية خالص خالص خالص، هيدي طعم ولون حاجة ممتازة. دلوقتي هقلب معايا التتبيلة زي ما احنا شايفين كده. طبعا التتبيلة سهلة جدا جدا جدا، وعايزة اقولك هتغير من طعم الفرخة خالص، هتحسي ان انت فعلا بتاكلي فراخ مطاعم. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة قوي. دلوقتي ده شكل معايا التتبيلة. هجيب معايا بقى الصينية اللي هعمل فيها الفراخ، وهبدأ افرشها من تحت عندي برق من البصل. وبعد ما احط معايا رق من البصل، هبدأ اخد معايا الفراخ واحطها في التتبيلة واحطها عندي في الصينية. طبعا مهم جدا وانا بفرق وانا بحط التتبيلة على الفراخ ان انا ادخلها عندي في الفتحات اللي انا عاملاها. عايزة اقول لكم التتبيلة ريحتها جميلة جدا، قوامها حلو جدا جدا، وان شاء الله هيكون الطعم بتاعها فظيع. زي ما احنا شايفين كده شكل وطعم، هي بصراحة تتاكل نية من شكلها كده بس. دلوقتي هكرر معايا التتبيلة في كل الفراخ زي ما احنا شايفين كده. طبعا لونها من قبل ما تتسوى يعني بسم الله ما شاء الله اكتر من رائع، وان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. دلوقتي هكمل معايا الفرخة زي ما احنا شايفين كده. وزي ما قلت التتبيلة ديت هتكفي فرخة واحدة بس مش اكتر من كده. وهحط معايا الفراخ في الصينية زي ما احنا شايفين. دلوقتي كده انا خلاص كده خلصت معايا الفراخ. طبعا ضروري ان انا انضف عندي حروف الصينيه، علشان طبعا بعد ما بتتسوى الفراخ عندي هلاقي عندي الاماكن اللي هي متعصه تتبيله ديت محروقه في الصينيه، وطبعا هتغلبني في التنظيف. فكده وهي لسه كده معايا طريه كده بمنديل، وهبدا ان أنا كده ايه امسحها وانضف معايا شكل الصينيه زي ما احنا شايفين كده فل. دلوقتي هحط معايا دي نص كوبايه من الميه. طبعا انا كنت حطاها عشان انا كنت خايفه الفراخ عندي تلزق في الصينيه، بس هي الفراخ هتنزل الميه بتاعتها وهتشربها، فانت لو حابه ان انت تستغني عنها مفيش اي مشكله. وهغطي دلوقتي عندي الصينية بورقة من الفويل، ولو عندك ورق زبدة كمان حطيها قبل ورق الفويل. وهدخلها دلوقتي عند الفرن على درجة حرارة عالية على الرف التحتاني خالص لو قريب من القاع، واحط عندي الصينية هتقعد عندي ساعة، وهطلعها على الرف الأوسط تاخد بس الوش واللون تحت الشواية ربع ساعة، وهتكون معانا بالمنظر الخطير دوت. عايزة أقول لكم طعم وريحة الله أكبر. أتمنى إن الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتنفذوها بإذن الله، وأشوف رأيكم في الكومنتات. طبعا مش هفكركم اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولايك وكومنت حلو كده منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.